يصلون على النبي. ذل يقول لكم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لأجل تشترك حضارات الأرض بحضارات السماء، لأجل تشترك نورانية الأرض بنورانية السماء، لأجل تجدون لكم مكان في العالم العالي تذكرون، لأجل تجدون لكم مكان في العالم العالي تشكرون. الذي ما لهم ارتباط في الحياة الدنيا بذكر جماعي بصلاة على النبي مجموعة يجتمعون، لكن على أمور أخرى ربما هذه الأمور الأخرى لا يوجد فيها نسبة من المفاهيم النورانية. لأن اجتماع أمة محمد ماذا تعرفون منه؟ تعرفون اجتماع أمة محمد وهي قلوبها مجموعة على هدف. ايه هدفنا في الاجتماع؟ قالوا الليلة هذه مولد بنصلي على النبي في المسجد. الذي يفهم المفاهيم خطأ ويقول هذا بدعة أو شيء من هذا القبيل، مثل ما قالوا الجماعة يوم قالوا لهم تعالوا يستغفر لنا رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، وهذا تشابه أكيد. قد لا يفهمون، يجب تنبيههم. من يريد الله له الخير بيرجع، وكذلك إذا رجع ربما يأتي الكثير ومع حجة. كثير من الناس عنده حجة، يقولوا أنتم يا أخواني تتوسلون وتستغيثوا وتستشفعوا وتجيبون كلام ما حد يجيبه وتقومون في المولد وتغنون في المسجد. نقول لهم طيب أي منهج في العالم موجود أمامكم في هذا العصر ما في لهم توجيه معنوي؟ ما في لهم شحن همم الشباب؟ صحيح أنهم قد لا يشحنوها بأسلوبنا، لكن لهم أساليب، في إذاعات، في عساكر لها توجيه معنوي، في أتباع لهم توجيه معنوي. نحن ما عندنا تلفزيون، نحن ما عندنا مظاهر دنيا، نحن ما عندنا عساكر، نحن ما